ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم في نقطه مختلفه شويه، نقطه ايه المواد الموجوده في كل مسار، وايه المواد اللي هنختار بينها، وايه الماده بتاعتنا وازاي هنمشي عليها، وايه في عملي وايه في نظري. نتكلم عن برمجه زي ما هنتكلم على باقي المواد. فيلا بينا ان شاء الله يا رجاله نخش ونستعين بالله ونصلي على النبي ويلا بينا. اول حاجه هنتكلم عن الثلاث عواميد الاساسيه اللي موجوده في ثانيه ثانوي، هما العواميد بتاعت المواد اللي موجوده عند الناس كلها. اول عمود عندنا هو اللغه العربيه، كلنا هناخد عربي وكلنا هناخد انجلش، احنا عندنا لغتين. والغريب واللي مش مفهوم بالنسبه لاغلب الناس ان احنا عندنا السنه دي تاريخ عند كل الناس. هتلاقي نفسك بقى، هتلاقي في موجه طالعه كده، اي مدرس فلسفه، جغرافيا، ايه تاني، منطق لو عندكم منطق، معرفش، علم نفس، اي حاجه بقى عندكم، والله العظيم مدرسين، هتلاقي بقى مدرسين رياضه ومدرسين انجلش، تلاقي اي حد طبعا الانجلش ده عشان انجلش لسه شغال، بس اي حد عنده اي حاجه عن التاريخ يقول لك والله ده تاريخ وطني، ده تاريخ جغرافي، ده تاريخ فلسفي. هتلاقي القصه دي كتير، وهتفكر ده بيحصل ليه؟ عشان بقى عندك كل طلاب ثانويه عامه طب بياخدوا تاريخ، كده كده العربي والانجلش هم كده كده عشان حياتهم من زمان، وكل الطلاب بياخدوا عربي وكل الطلاب بياخدوا عربي وانجلش، وايه لغات مش لغات بياخدوا عربي وانجلش. مثل التاريخ برضو ان عربي ولغات الاثنين هياخدوا تاريخ وياخدوه بالعربي، فيعني هتلاقي الدنيا دي ماشيه كويس صراحه، يعني سبوبه حلوه يعني. فربنا يوفق الناس كلها. احنا مش جايين نتكلم في القصه دي، احنا جايين نتكلم في قصه ثانيه خالص. ايه هي المواد اللي عندنا؟ المواد اللي عندنا هي عربي وانجلش وتاريخ، كلنا هناخدهم وكلنا هنتعامل معاهم ان شاء الله بشكل سهل ومريح، ان هم باذن الله باذن الله باذن الله مش تبقى مواد صعبه. يعني التاريخ مش هيتقل عليه قوي، لان هو ان شاء الله فاهم برضو ان انت طالب ممكن تكون داخل هندسه او داخل طب، فهو هيكلمك على التاريخ بحيث ان يبقى عندك ثقافه. كل ما بقول ده هجص بالمناسبه، بس لقيت مدرسين التاريخ بيهجصوا وتهجص معاهم مش فارق. فلكن هو اعتقد يعني هيقول لك ان ده تاريخ عشان يبقى انت عندك ثقافه عامه عن التاريخ، وما تبقاش طالع ثانوي وانت جاهل او خارج من ثانوي وانت جاهل يعني. فانا مش مختلف قوي مع اضافه التاريخ بصراحه، بالرغم ان هي تبقى صعبه ماده تحفظ على على الطلاب بتوع علمي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى سهل يعني. خش بعد كده بقى ان كل مسار احنا عندنا دلوقتي ايه، استنى بس عايزين نمسح القصه دي. خروجتي اوكي، هات لي يا معلم الاسم بتاعنا. حلو اهو ماشي. فاحنا عندنا دلوقتي قلنا ان عندنا دول 3 مواد، جميل، بس انت في ثانيه ثانوي يبقى عندك قد ايه؟ يبقى عندك 4، فلسه ناقص ماده. حلو، عندنا ماده، كل ماده من دول عليهم قد ايه؟ عليهم 100 درجه. فانت فكر معايا كده، احنا عندنا في ثانيه ثانوي كام درجه؟ 400. احطها هنا، عندنا 400، ادي الصفر الثاني. ان شاء الله في ثالثه ثانوي يبقى عندنا قد ايه؟ يبقى عندنا 200 درجه بس. يعني 200 درجه من غير ما اقول لك يعني عندنا مادتين بس. فبالمنطق كده سنه فيها 4 مواد ب 400 درجه من ضمن ال 600، لان السنه الثانيه عليها 200 يبقى الاجمالي 600. انهي سنه اهم؟ فانت اوتوماتيك كده انت فهمت ان السنه دي اهم واحنا بنشرح المواد. صراحه دلوقتي ال3 مواد دول شرحناهم، ناقص الماده دي هتبقى الماده المتغيره. احنا يبقى عندنا الماده دي مختلفه من كل مسار والتاني، وهنشوف ده ان شاء الله في الورقه اللي بعدها. الورقه اللي بعدها بتتكلم عن ايه؟ عندنا ال4 مسارات اللي احنا شرحناهم، شرحنا انت تخش كل مسار في اي حاجه. فرضنا انك دخلت مسار هندسه، هيبقى عندك ايه في ثانيه ثانوي؟ هيبقى عندك بين البرمجه وما بين الكيمياء. حلو، يعني ايه بين البرمجه وبين الكيمياء؟ يعني انت اخترت خلاص 3 مواد اللي فاتوا، اخترتهم؟ لا ما اخترتهمش، انت عليك المواد دي سوري اجباري، انت المواد دي عليك اجباري خلاص 3 مواد. لكن الماده الرابعه انت بتختارها، يعني يبقى عندك اختيارين في كل مسار من دول، تختار ماده من الاثنين. ده هيتوقف عليه ايه؟ يتوقف عليه انه يتوقف، مش هيتوقف على اي حاجه، مش هيتوقف على اي حاجه. اخترت الكيمياء كل سوري الكليات هتبقى مفتوحه لك، اخترت البرمجه كل الكليات هتبقى مفتوحه لك. كل الفكره بس ان الماده اللي انت تختارها هي الماده اللي هتحسها يا اما اسهل، يا اما واثق في مدرسها اكتر، يا اما هتلاقيها تخليك مستعد افضل للكليه اللي انت ناوي تخشها. فدي 3 طرق مختلفه تختار بيها الماده الثانيه بتاعتك. انا مش هقول لك تختارها ازاي، لان انا ما هقول لك تختارها ازاي، هقول لك اختارها الماده اللي تخلي الكليه بالنسبه لك اسهل، والماده اللي تبقى مفضله في المستقبل عشان تخش في ماده البرمجه وتاخد معانا. عملت كده في ريلز بصراحه، يعني عملت كده كتير، بس مش عامله في الفيديو ده يعني. سيب كل حاجه دلوقتي، احنا دلوقتي بنشرح هيعتبرونا ايه؟ مش مدرسين ماده معينه يعني. فانت تختار بين البرمجه والكيمياء في ثانيه ثانوي. ثالثه ثانوي بقى اللي عندك اختيارات، لا هم مادتين عند كله، يبقى عندك فيزياء ورياضه، اسمه فيزياء ورياضه ادفانسد يعني فيزيكس والماث ادفانسد، او فيزياء ورياضه مستوى رفيع. يعني ايه مستوى رفيع؟ يعني مستوى رفيع يعني فاهم، هيروقك يعني مستوى اعلى، مش الفيزياء والرياضه بتاعتنا، مش الفيزياء والرياضه اللي كنا بندرسها زمان، مش الفيزياء والرياضه اللي كنا بناخدها احنا زمان حتى. المنهج هيتغير، فالموضوع هيبقى صعب على كل المدرسين بقى. يعني احنا بالنسبه لنا البرمجه منهج جديد، موضوع صعب طبعا صعب. طب الكيمياء منهج جديد برضه، الموضوع يبقى صعب. ان كان بقى اصعب عند مين؟ اصعب مش عند التاني، فايه دي مش قصتنا. لكن قصتنا ان كل ده يبقى صعب، كل ده يبقى صعب على الطلاب، وكل ده يبقى صعب على المدرسين، ومحتاج مجهود. ان شاء الله السنه الجايه دي تلاقي المدرسين بيبذلوا 300% من مجهودهم. ليه؟ ان اولا ده نظام جديد، فاللي هيطلع وهيظهر خلاص ظهر. ثانيا ان النظام جديد، فمحتاج انك تاخد كل حاجه بتركيز، مش تبدا بقى تتوكل على والله ده انا محضر السنه اللي فاتت، لا والله ده انا قاري كويس، لا ده انا مذاكر، لا ده انا كاتب، لا ده انا مجهز ملازمي. كله هيبدا من اول وجديد. فدي زي ما ليها عيب انك قلقان، ليها ميزه جامده قوي ان كل مدرس بيشغل لك مخصوص، مش هتشوف فيديوهات قديمه تاني، مش هتشوف ملازم قديمه تاني، مش هتشوف اي تحضير قديم تاني. فزي ما قلت لك زي ما له عيوبه له مميزاته.
فاحنا خلاص فهمنا آلية الاختيار. هنمشي بقى بشكل سريع بسرعه. عندك الطب تختار بين الرياضه والفيزياء، وبرده مش هيفرق معاك في اي حاجه في الكليات. والاجباري عندك احياء وكيمياء، وده منطقي يعني انت داخل طب. مسار الفنون عندك تختار بين علم النفس واللغه الاجنبيه الثانيه. هنا ده المسار الوحيد اللي هيفرق معاك، لانك لو اخترت لغه اجنبيه ثانيه هتعرف تختار الكليات اللي فيها تخصصات لغه اجنبيه ثانيه بالمنطق يعني. لان انت لو اخترت الماني تعرف تخش تربيه الماني، اداب الماني، ألسن الماني، والقصه دي كلها. ويبقى عندك اجباري في مسار الفنون الاحصاء والجغرافيا. مسار الاعمال في نفس القصه هيبقى تختار بين محاسبه واداره اعمال. وزي ما قلنا المره اللي فاتت ان ميزه المسار ده ان هو هيخليك تتاسس كويس قوي لاداره الاعمال ان شاء الله. فدي ميزته يعني. عشان كده هتلاقيه بيديلك مواد موجوده عندك في الكليه، لكن الكليات مش اجباري هنا. الكليات ممكن تاخدها في المسارين تانيين احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. لو انت مش عارف انهي كليه تخشها انهي كليه ما تخشهاش، القصه دي كلها ارجع للفيديو اللي قبل ده. ولو انت فهمت فعلا كويس من الفيديو اللي فات ابعتوا بقى لاصحابك لو هم محتارين بقى ومش فاهمين يخشوا ايه وما انهي مسار وانهي كليه وانهي ثانويه عامه، ابعت لهم الفيديو اللي فات يعني. فاحنا هنا خلاص خلصنا قصه محاسبه واداره الاعمال. عندك اخر سنه اللي هي ثالثه ثانوي يبقى عندك رياضه واقتصاد، وده برده منطقي عشان انت داخل الاساس بالنسبه لك هو اداره الاعمال والتجاره. فاساسك كويس في الاقتصاد لان مواد برده يعني انت كده عندك مادتين مواد كليه يعني. دول مواد متاخده من الكليه محطوطه هنا. عشان كده هتلاقي في دكاتره بيدوا الماده دي حاجه قويه جدا يعني. حاجه فعلا دي ميزه يعني. تلاقي دكتور بيدي الماده يعني دارسها في الكليه ويجي يديها لكم في ثانوي، بصراحه ميزه يعني. فده الجزء بتاع مسار الاعمال. واحنا اتكلمنا خلاص عن الرياضه، وهنا اتكلمنا عن المواد الاجباريه. الكلام اللي فات ده كان بالنسبه للمواد بتاعه كل مسار. عايزين بقى نتكلم في الجزء اللي له علاقه بينا احنا اكتر شويه في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي. بس احنا هنتكلم اكتر بشكل عام عن البرمجه، وهتاخدها انت نظري وانت هتاخدها عملي. ده مهم اكتر لطلاب اولى ثانوي اللي لسه ما خدوش برمجه في اولى، فمش فاهمين احنا هناخد فين الماده هنا ولا هناخدها هناك ولا عملي ولا نظري ولا القصه دي كلها. فاحنا عايزين نفهم ماده البرمجه دي هناخدها ازاي عملي ولا هناخدها ازاي نظري، امتى في اولى وامتى في ثانيه. هنخش على الجانب العملي. عندك ده جميع المسارات. عندك حاجه اسمها منصه كوريو. منصه كوريو دي لو انت في اولى ثانوي وعديتها خلاص انت داخل ثاني ثانوي انت فهمت المنصه وفهمت المستويات وفهمت القصه دي كلها. فالطالب في اولى ثانوي ان شاء الله لسه تفهمها السنه اللي جايه. ولكن باذن الله باذن الله باذن الله الموضوع يبقى سهل. هننزل فيديوهاتها موجوده على اليوتيوب مجانا وهنحل المستويات كلها. يعني هيبقى عندك منصه ويب سايت هيفتح على الموبايل على اللابتوب على التابلت على اي حاجه تكتب فيه اكواد وهو يدربك عليها وهيفهمك كود وكلمه كلمه وسطر سطر. وخلي بالك انت ممكن تعرف تحل ده من غير اي مدرس. بس انا بقول لك برضو ان احنا هنبقى موجودين معاك على اليوتيوب ان شاء الله بشكل مجاني جدا. في ايه مجاني جدا دي؟ ما هو مجاني خالص بس يعني عشان نبالغ في تقدير قد ايه هو مجاني. المهم يعني تبقى موجوده ان شاء الله على اليوتيوب بنحل فيها المستويات سوا وزي ما حليتها للشباب صحابكم ان شاء الله في السنه اللي فاتت. فاحنا عندنا الجزء العملي اللي موجود في اولى ثانوي ولكنه غير مضاف للمجموع. يعني ايه غير مضاف للمجموع؟ يعني والله هقول لكم اللي حصل مع الطلاب السنه اللي فاتت. الطلاب حصل معاهم ايه السنه اللي فاتت؟ الامتحان قعدوه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فضلوا يعيدوا فيه كتير جدا لان هم ما اجتازوش يعني ما نجحوش فيه. لان انت لازم تجيب 60%، ما عدتش 60% فيه فبيديلك مره كمان مره كمان حتى تفضل تعيد كده فتره. طب لو ما عدتش 60% اول مره ولا بيحصل اي حاجه لان هو مش مضاف للمجموع، فبياخدوا منه درجه ويضيفوها على الماده في النظري تتحسب كانها يعني اسمه ايه ده درجات اعمال سنه يعني. فالموضوع ما تعقدوش قوي بالنسبه للنجاح والسقوط. هو بس بيدربك، هو الموضوع يعني مش خطر عليك ولا هيخليك تعيد السنه ولا اي حاجه. لكن البرمجه بقى كامتحان نظري هي موجوده برده معاك في اولى ثانوي غير مضافه للمجموع. يعني ايه نظري؟ يعني المنهج بقى بتاع البرمجه. خلي بالك البرمجه دي يعني مش كود بس. البرمجه دي حاجه اوسع بكتير قوي من كتابه الكود. الكود ده هو لغه برمجه. الكلام ده كله ان شاء الله انا هشرحه في الكورس التاسيسي اللي هو برده مهم ليك. يعني الكورس التاسيسي ده اتطلب مننا الشباب اللي دخل ثاني سنه عشان تفهم كويس الماده. بس انا ما عملتش كده. رحت بقى اتكلمت في كل الاجزاء التفصيليه من اول الكمبيوتر خالص لحد ما نكتب مع بعض اول 3 4 5 سطور كود. اتكلم عن كل حاجه، اتكلم فيها على كل حاجه. فانت هتفهم ساعتها ان البرمجه مش كود بس. فاللي باقي الحاجات اللي بره الكود هنتكلم عنها في الجزء النظري ده. هتفهمه قوي 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 ان شاء الله مع الكورس التاسيسي او الحصه التمهيديه التعريفيه. ايش حياتك بقى سميها زي ما تسميها يعني. فده الجزء النظري ده هيبقى امتحان ورقي عادي برده مش مضاف للمجموع. لكن الدرجه دي درجه بحاجه ودي درجه لحاجه ثانيه. وده كمان هيبقى فيه منح وهيبقى فيه امتحانات في المدرسه بعد كده بقى مستوى ثاني وثالث ورابع في الاجازه لو انت عايز تتطور وترفع مستواك يعني. وفي كورسات اساسيه في كورسات متقدمه. كورسات اساسيه دي اللي هنشرحها هنا ده كورسات متقدمه تبع الوزاره. فهي دي مفيده بصراحه ان شاء الله هنستفيد فيها اكتر لما نبدا السنه الجديده وهنبدا نفتح المنصه سوا ونحلها سوا. ويعني باذن الله الموضوع ده سهل. بس الفكره فين بقى؟ ان الكلام العملي ده اللي هو غير مضاف للمجموع معاك في اولى ومعاك في ثانيه جيب دي كده ومعاك في ثالثه. حلو. هتقول لي بقى معايا لو اخترت البرمجه في ثانيه ثانوي هنا يعني انا اجي في ثانيه ثانوي بكالوريا هختار البرمجه فيبقى معايا في ثالثه. لا ايا كان انت تختار هنا ايه فانت المنصه دي معاك في اولى وثانيه وثالثه وغير مضاف للمجموع في الثلاثه. بس انت هتفضل تحل برمجه في الثلاث سنين ايا كان تخصصك. ليه؟ هل هم الوزاره اغبياء يعني وعايزين يرخموا عليكم خلاص؟ في الحقيقه لا. هم بيعملوا معاك كده عشان هم عارفين البرمجه انت هتحتاجها في كل المسارات. اي مسار هتخش بعد كده اي كليه هتخشها بعد كده هتلاقي الكودنج واخد جزء. البرمجه التكنولوجيا اصلا البرمجه تكنولوجيا
التكنولوجيا بقى النتورك، الداتا، كل حاجه بتتكلم عنها موجود عندنا في المنهج. فانت هتحتاج تفهم القصه دي بشكل حتى مبسط. فعشان كده هو معاك في اولى وثانيه وثالثه حتى لو ما اخترتش برمجه. ده بيخلي الناس تعمل ايه؟ تقول لك طب ما احنا كده كده هناخد برمجه، طب يا عم احنا يعني كده كده مجبرين عليها، ايه اللي خلينا نختار ماده ثانيه؟ فبييجوا في ثانيه ثانوي مثلا بين البرمجه والكيمياء بيختار البرمجه، او اصلا بيختار المسار ده من قصرها يعني، بحيث ان يا عم اذا كانت الوزاره بتقول لنا ان هو موجود معانا في كل المسارات، تعال نروح انا اشوف مسار ثاني. طب ليه؟ من يعني انا تاني مره كمان، انا كل اللي بقولها لك وجهات نظر، تغيير ملزم باي وجهه نظر انا بقولها، لان اللي بقوله لك دي، لان بقوله لك ده ممكن يبقى مفيد بالنسبه لنا، ممكن يبقى مفيد للطالب تاني. يعني كل طالب ودماغه. المره 99000 خش المسار اللي انت حاسس انك قادر تبقى مميز فيه، مش اللي انت حاسس انه فيه فلوس وخلاص. كلها فيها فلوس والله. ده الجانب العملي خلصناه. الجانب النظري موجود في اولى ثانوي غير مضاف للمجموع اللي احنا هناخده في اولى، او انت خدته في اولى لو انت داخل ثانيه ثانوي. حكينا القصه دي كلها. لكن في ثانيه ان شاء الله تبقى معاك البرمجه، ولكن بشكل بقى مقرر. خلاص انت عندك المنهج النظري ما بيتضافش عليه بقى العمل. يعني انت لو اخترت البرمجه في ثانيه ثانوي مش هتضاف عليها العملي بقى، هترمي العملي ده في حته. في اولى ثانوي اوقات كانوا بيضيفوا الايه، الجزء العملي على النظري كانه اعمال سنه. في ثانيه ثانوي انت ما عندكش اعمال سنه، خلاص شهاده مفيش اعمال سنه، فهترمي الجزء العملي ده على جنب كده ان هو غير مضاف للمجموع. لكن ان شاء الله البرمجه تبقى 100 درجه. بس هنخش جوه كاتر كده. البرمجه ان شاء الله هتبقى 100 درجه من ضمن 600 بتوعك، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى اسهل 100 درجه معانا مع اي مدرس تاني. احنا يعني مش هقول لك ان انا هخترع الذره، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المنهج هيبقى كويس لينا كلنا. فاحنا كده اتكلمنا في جزء البرمجه، اتكلمنا اذا كان عملي او نظري. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى طلاب ثانيه ثانوي بالاخص. ولو انت طالب اولى ثانوي برضه تبقى عارف احنا هنبقى ماشيين ازاي في ثانيه، لان اولى ثانوي المنهج ان شاء الله تلاقوه على اليوتيوب، يعني مراجعات وكده، تلاقي المراجعات كلها على اليوتيوب باذن الله في اولى ثانوي بشكل مجاني برضه. لكن لو انت عايز تعرف في ثانيه ثانوي احنا هنمشي الدنيا ازاي، هنقفل الفيديو ده دلوقتي باذن الله، تريح شويه. ايا يعني كان الفيديو الثالث هينزل امتى هصور كله دلوقتي، لكن الفيديو الثالث هننزل نسيب لكم فترات يعني ما ندوشكوش. الفيديو الثالث بقى يبقى فيديو قصير جدا نتكلم ايه خطه السنه الجايه باذن الله. اذا كنت ثانيه ثانوي او اولى ثانوي عايز تعرف ايه اللي جاي زي ما قلنا، ريح شويه واتفرج على الفيديو الجاي. والسلام يا رجاله.